السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة على قناة ميكرو مراكش. السلسلة اللي غادي نحاولوا فيها نحكيو على مراكش كيف ما عمرك ما شفتيها ولا سمعتيها. مراكش اللي ديال الواقع، ديال الناس، ديال الزناقي، ماشي مراكش ديال الكليشيهات ديال المدينة الحمراء وألف ليلة وليلة. اليوم في هذه الحلقة الأولى غادي نهضروا على واحد الظاهرة اللي ولات كتشكل هضرات ديال الشارع، ديال موالين الباركينغ وحتى ديال موالين الحوانت وحتى ديال البزناسة. مراكش خاوية، أشنو واقع؟ فين مشاو السياح وعلاش ولات المدينة في هذا الصيف بحال مدينة ديال الأشباح؟ غادي نعطيكم الأجوبة بالأرقام بالشهادات وبالسرد الواقعي اللي نابع من قلب الحومة المراكشية. كلشي كان كيعول على صيف 2025 خصوصا بعد ما دازت شهور مراكش المفتوحة من الأول ديال العام. صحاب السياحة رفعوا الثمن وقالوا السياحة راجعة، ولكن جات الصدمة. المدينة خوات، الجالية المغربية والخليجيين ما جاوش، والأوروبيين جايين غير نهار ونهار وما كيصرفوش غير بالحساب. حسب إحصائيات المجلس الجهوي للسياحة بمراكش أسفي، عدد الوافدين في شهر يونيو 2025 نقص ب 21% مقارنة مع نفس الفترة من 2024. الناس كيقولوا السائح ماشي مكلخ، ومراكش اليوم ولات غالية بزاف حتى على المراكشيين، فما بالك بالسائح. ثمن فطور عادي في رياض ولا في لاتيراس كيوصل حتى ل 150 درهم للفرد. قرعة ديال الماء معدني صغيرة كتباع ب20 درهم في بعض الريستورات ديال المدينة القديمة. فوق هاد الشي طاكسي صغير من جامع الفنا حتى الكليز كيوصل السائح ب100 درهم، رغم ان الكونتور كيحسب غير 15 درهم. المشكل ماشي في السياحة، المشكل في طمع الناس. هاد الجملة كتسمعها بزاف هاد الأيام من ولاد البلاد، وهذا الشيء هو المثير في القضية. مراكش ولات كتقتل السياحة ديالها بسبب الجشع، فوضى الأسعار وغياب المراقبة. تقارير الصحافة الوطنية تكلمت على حالات نصب على السياح خصوصا داخل الأسواق التقليدية وغياب علامات الثمن الواضحة. السائح خاصو يحس بالأمان ماشي بالاستغلال. وفين هي المجالس المنتخبة؟ فين هو المكتب الوطني المغربي للسياحة؟ فين هي المراقبة؟ حتى لمتى غيبقى كلشي ساكت والناس كتشوف مدينتها كتغرق؟ اليوم اللي باقيين في مراكش هما المغاربة اللي جايين من مدن الداخل ولكن كيتفاجئوا بالأسعار. بعض الأوروبيين خصوصا الفرنسيين المتقاعدين اللي عندهم ديور في المدينة القديمة ولاو كيعيشوا بميزانية غير محدودة. فئة جديدة سميتها السياحة الفقيرة، اللي كيدخلوا بالليل وكيخرجوا بالليل بلا مصاريف كتيرة وكتعمر الصور ولكن ما كتدعمش الاقتصاد المحلي. السؤال الكبير هو مراكش واش مازال كتعيش على تاريخها القديم ولا خاصنا نفيقوا من هذا الشيء اللي واقع؟ اليوم خاص مراجعة شاملة لنموذج السياحة في المدينة، خاص شفافية في الأثمنة، خاص احترام الزائر المغربي قبل الأجنبي، وخاص رقابة حقيقية من طرف السلطات المحلية ماشي غير شعارات. مراكش ماشي غير ديور الرياض والقصور، مراكش هي الحومة، هي جمع الفناء، هي الأحياء الشعبية والهامشية. وهاد الناس خاصهم يفيقوا حيت السياحة ما بقاتش كما كانت، والمنافسة اليوم كاينة من مدن أخرى بحال طنجة، أكادير، حتى الداخلة ولات كتجذب السياح. إلا عجبكم هذا المحتوى بارطاجيو الفيديو وخليو لي في الكومونتير شنو هي نظرتكم لمستقبل مراكش، شنو خاص يتبدل باش ترجع المدينة الحمراء مدينة ديال كلشي، ديال السائح وديال المراكشي. بقاو معايا وشكرا على المتابعة.